الشورى من وجود عجز مالي فادح في موازنة صندوق المؤسسة العامة للتقاعد، مؤكدين أن الصندوق لن يتمكن من الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي ظل هذه التحذيرات مشاهدينا، يشعر المتقاعدون في السعودية من القلق على مستقبل رواتبهم، ويطالبون بإيجاد حلول لضمان عدم توقف صرف رواتبهم. أكثر من 663 ألف متقاعد في السعودية يعاني بعضهم من ضعف معاشاتهم والتي بنيت بحسب رواتبهم السابقة، وتمثل الضغوط المعيشية على الكثير من المتقاعدين هاجسا كبيرا سواء لدى أصحاب الرواتب الضعيفة منهم أو أرباب العوائل الكبيرة. المتقاعدين سواء عسكريين ولا مدنيين عندهم ظروف المادة عليهم واجد صعبة. أكثر المدارس الآن الطلاب يدرسون مدارس أهلية، لأن الأحياء الجديدة مهيئة فيها مدارس. الشيء الثاني أن الأولاد عند أغلبهم عنده أولاد واجد ولا توظفوا وظائف، والعبء عليه واجد، ومتطلبات الحياة زايدة الآن، يعني كماليات ومواد غذائية إلى قبل مطلوب من الأب يأمنها لبيته. ونظرا لأن الراتب التقاعدي يمثل الأمان المعيشي للمتقاعدين، ينظر الكثير منهم بعين القلق إلى تحذيرات مجلس الشورى مؤخرا من إمكانية نفاذ كامل احتياطيات نظام التقاعد خلال سنوات. واعتمدت هذه التحذيرات على دراسة أكتوارية حديثة عن صندوق مؤسسة التقاعد تؤكد أن ضعف عائداته الاستثمارية التي لا تتجاوز 5% لن تمكن المؤسسة من الوفاء بالتزامات المتقاعدين خلال الأعوام القليلة القادمة. والله التحذيرات هذه يعني يحس فيها كل متقاعد إن لو تنتهي تنضب، يعني تنتهي الاحتياطات لمعاشات التقاعد، يمكن المتقاعد ما يجي شيء وهو في خطر. زي ما قال مجلس الشورى، يقول يمكن إذا ما عملنا حاجات وخذنا احتياطاتنا من الآن، يمكن في يوم من الأيام ما يلقى المتقاعد ما يصرف له، تنتهي. وكانت تحذيرات سابقة أكدت على استمرار ارتفاع العجز الاكتواري وعدم تمكن أنظمة التقاعد من الوفاء بالتزاماتها، ليصل العجز الحقيقي إلى نحو 191 مليار ريال خلال السنوات القادمة. يبقى المتقاعدون في السعودية بانتظار إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها صندوق المؤسسة العامة للتقاعد من أجل ضمان استمرار مرتباتهم. عطلة الشمري، CNBC عربية، الرياض.